بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضانكم كريم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، ونشكر الله عز وجل أن بلغنا رمضان، ونسأله عز وجل أن يوفقنا الآن في هذه الأيام المباركات في هذا الشهر الفضيل لاستثمار أيامه واستثمار لياليه صياما وقياما وفي القربات والطاعات وسائر الأعمال الصالحات. حقيقة أخي أحمد، هو شهر رمضان هو شهر الاستثمار، شهر الاستثمار في الطاعات، شهر الاستثمار في الباقيات الصالحات، شهر الاستثمار في جميع القربات، وهو شهر حقيقة عزيز. الله عز وجل خلق الخلق واصطفى منهم ما شاء كيف ما شاء. خلق الخلق واصطفى منهم الصالحين، وخلق الصالحين واصطفى من الصالحين النبيين، ومن النبيين المرسلين أرباب الرسالات، وكذلك خلق الزمان واصطفى أيضا من هذه الأزمنة أزمنة من هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك الذي قال فيه ربنا عز وجل شهر رمضان، ذكره باسمه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآيات. كما أنه خلق الأماكن وأيضا فضل أمكنة على أمكنة، وهكذا كما يعلم الجميع. إذن هذا الشهر هي فرصتنا في الحقيقة، فرصتنا الذهبية. من وفقه الله عز وجل ليصوم هذا الشهر يعني يسعد، كما نقول بالجزائرية يسعد، لأن هناك أناس ماتوا قبل رمضان، ماتوا قبل رمضان، وهناك من يصوم هذا الشهر ولن يصوم الشهر القادم، يعني في العام القادم لا ندري. ربي قال ولكل أجل كتاب، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا مدام وفقنا لشهود هذا الشهر فلا بد أن يكون شعارنا كما قلتم يا أخي أحمد هو شهر الاستثمار. ولكن نستثمر في أي شيء؟ أذكرها يعني باختصار وبتركيز. المشروع الاستثماري الأول هو الصيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن يكفي أن يبرم الإنسان المسلم النية، سواء كان صغيرا أو كبيرا، رجل أو امرأة، كل إنسان منا يبرم نيته باش يصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا لوجه الله وحده، لينال الثمرات، لينال الأجر والثواب الذي لا يعد ولا يحصى. إذن هذا أكبر فرصة أتيحت لنا معاشر الصائمين والصائمات. إذن فلنستثمر في هذا الشهر في أول مشروع استثماري هو الصيام، ولكن على أن يكون الصيام كما قلتم يا أخي أحمد في مقدمة اللقاء أن يكون صياما حقيقيا ملتزما بأحكام الشريعة، فلا رفث ولا فسوق ولا سباب ولا شتيمة ولا أكل بالعين. يعني بعض الناس يأكلون بالعيون وهم يصولون ويجولون في الأسواق، فكل ما رأته العين اشتريتم ما اشتهيتم كما قال عمر بن الخطاب حينما اشتكوا ليه يعني هذا الأمر. يعني طبعا هذا الأمر يتكرر، يعني ارتفاع الأسعار أمر يتكرر باستمرار. فقال ما رأيتم اشتهيتم اشتريتم يعني شيء ويأتي رمضان ليضبط حركة حياتنا. إذن هذا المشروع الاستثماري الأول صيام هذا الشهر الفضيل وفق موازين الشريعة وطبقا لأحكام الدين الإسلامي. المشروع الاستثماري الثاني وهو القيام، صلاة التراويح. يعني كلما نذكر صلاة القيام صلاة التراويح كلما نذكر رمضان نذكر صلاة التراويح. نبينا صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث العظيم حديث بسيط، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن يكفي أن نقرأ هذا الحديث النبوي الشريف الذي يبين الأفضليات، يضع لنا هذا الميزان، أفضل الصلاة بعد الفريضة. طبعا بعدما يؤدي الإنسان المسلم الفرائض صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أو الفجر، هذه الفرائض بعدها مباشرة في الفضل يأتي قيام الليل، يعني صلاة التراويح، صلاة القيام. لابد من وقفة خفيفة عند هذه الصلاة يا أخي أحمد في شكل رسائل خفيفة. الرسالة الأولى
الكثير من الناس لا يستطيع أن يصلي صلاة القيام باستمرار. هذا أمر يعني يصعب على النفس، ولكن في رمضان لا، الجو مساعد. واحد حينما يدخل المسجد ويجد المسجد عامرا بالناس، مختلف شرائح المجتمع، مختلف الأعمار، صغار كبار، مرضى أصحاء إلى آخره، الإنسان يتشجع. أليس كذلك يا أخي أحمد؟ حتى كي يكون ربما تعبان، يكون جاي من سفر وكذا، ولكن كي يدخل الجامع يلقاه عامر، يكون عنده هذيك القوة، هذيك الطاقة، هذيك اللي تخليه يصبر على أداء هذه الصلوات، يعني صلاة التراويح. إذن فلنستثمر يعني هذه الصلاة، صلاة التراويح، هذه الفرصة قد لا تعود إلى يوم القيامة. يا أخي أحمد، ربما أحدنا ليتصور لو كان يعني جاء ملك الموت باش يقبض روحه، ولكن ملك الموت يقول له زيد لي فقط، يقول له هذا الشخص، يقول له زيد لي شهر، خليني نشار هذا الشهر بعدين نموت. أكيد يعني كل واحد منا تتاح له هذه الفرصة سوف يفرح، وسوف ينشرح لهذه الرخصة، لهذه الفرصة الإضافية، لهذا الوقت الإضافي يقينا. ولكن هاو الشهر أمامنا، هم بلا ما نجيبوا الحكاية تاع ملك الموت، رانا موجودين، رانا أحياء. إذن فلنستثمر هذه الأيام. إذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول فيما قاله في أمر الوقت، قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. إذن فالأيام غالية جدا، وأوقاتنا غالية جدا، والوقت هو الحياة كما قال أحد العلماء الحكماء. إذن هذه الرسالة الأولى بخصوص صلاة القيام. الرسالة الثانية أن الإنسان يتدرب على القيام بعد هذا الشهر الفضيل، يعني نديروا ستاج براتيك، تربص تطبيقي لصلاة القيام في شهر رمضان، باش 11 شهر اللي جايين الإنسان يسهل عليه باش ينوض ويصلي صلاة القيام. هذه رسالة الثانية. الرسالة الثالثة وهي مهمة جدا، أنصح نفسي وأنصح إخواني وأخواتي باش من الآن، طبعا يقول لك خلي تفوت 3 أيام 4 أيام من بعد نروح نبدا صلاة التراويح مع الإمام. ممكن تفوت 3 أيام 4 أيام، تفوت 30 يوم وما دارش ولا نهار صلاة قيام. هناك أناس يعني كثير حكينا معهم بعد رمضان يقول لك والله غير ندمنا، راحت فرصة رمضان ما درناش قيام، اليوم تعبنا، اليوم كذا، اليوم فيه فيلم مليح في التلفزيون، اليوم فيه كذا، فيه برنامج إلى آخره. وبعدين مع الوقت والنفس تألف. حينما الإنسان يوالف هذا الوضع يولي خلاص، يعني بعد ما يأكل يشبع يتعب يولي يرقد، وربما يصلي ركعتين ولا ما كانش صلاة التراويح إطلاقا. إذن هذا مشروع استثمار رقم 2. المشروع الاستثمار رقم 3 وهو ملازمة القرآن. ملازمة القرآن قراءة وتدبرا وإنصاتا أو استماعا. يعني الإنسان خاصة اللي يصلي في المسجد، خاصة بالنسبة للرجال وكذلك بعض النساء اللي راهم يروحوا المساجد، يسمعوا القرآن يتلى من أول آية إلى آخر آية، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. والاستماع عبادة. والاستماع القرآن عبادة. هذا رقم 1. رقم 2 أنه يجتهد الإنسان باش يكون عنده ورد قرآني يومي، على الأقل يختم القرآن الكريم مرة واحدة في الشهر. إذا كان كل يوم يقرأ جزء واحد، يعني 2 أحزاب، يعني يساعده كي يوصل نهاية رمضان يكون ختم القرآن الكريم مرة واحدة على الأقل، وإذا اجتهد أكثر فذلك أحسن. وكذلك تدبر القرآن الكريم، لأن هذا مما يساعد على فهم القرآن، على تحقيق الخشوع روح الصلاة. يعني تدبر القرآن، الإنسان يسأل ويقرأ ويستمع الأشرطة ويتبع البرامج اللي فيها تفسير كتاب الله عز وجل باش يعيش مع القرآن الكريم، فيلازمه قراءة وتدبرا. إذا المشروع الثالث هو القرآن الكريم. المشروع الرابع وهو الإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين. شهر المواساة، شهر رمضان هو شهر المواساة. نتمنى ونسأل الله عز وجل باش ما يبقى حتى فقير يرفد الهم نتاع الطعام في شهر رمضان على الأقل. أمين. وهذه من مقتضيات الإسلام. ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا يعني تعاون. سبحان الله. تذكرت يعني البارحة كنت نقرأ لحذيفة بن اليمان، يعني في واحد الموقف كان كل عشية يدي فوتات الخبز يخرجهم هكذا لواحد النمل اللي كان يعني بجوار داره. وأحد الصحابة سأله ماذا تفعل يا حذيفة؟ قالوا إنهن جيراني ولهن علي حق.
كان يفكر في النمل باش يعطوا لهم فتات الخبز المتساقط باش يديه للنمل. وإذن الاهتمام بالجيران وكذلك مواساة الفقراء والمساكين المحتاجين. ونتمنى كل قرية وكل مدينة وكل حومة إلى آخره كل واحد مسؤول على منطقته باش ما يبقى حتى فقير رافد الهم أنه يفكر وين يفطر العشية ولا شيء من هذا القبيل. بالمناسبة نحيي كل المحسنين اللي راهم يبذلون أموالهم الآن والجمعيات الخيرية اللي راهي تساهم الآن في إدخال السرور على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أحب الأعمال إلى الله كان جوابه أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. وفي حديث آخر أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وتعاونوا على البر والتقوى. إذن هذا المشروع الاستثماري الكبير الرابع. المشروع الاستثماري الخامس وهو صلة الأرحام. ما نربطوش صلة الأرحام بالأعياد يغافر وبعدين يروح، لا، في رمضان الزيارات العائلية في حدود الطاقة والإمكان مطلوبة جدا، وإصلاح ذات البين بين الناس. اكتفي بهذا، مشاريع كثيرة لو أطلنا لاستغرقنا وقت الفتاوى. إذا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المستثمرين في هذا الشهر الفضيل.